عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام الكلية الهامة، إذ يدعو إلى الإحسان في كل شيء، في الأقوال والأفعال، سواء كانت متعلقة بأمور الدين أم الدنيا. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، صيغة هذا الحديث أفادت العموم والتأكيد، فالإحسان مطلوب في كل عمل أو قول أو تصرف أو طاعة. فالإحسان الذي دعا إليه الإسلام يشمل جوانب مختلفة من حياة الإنسان، ففي مجالات العلاقات التي يرتبط بها الإنسان بغيره، بدءا بعلاقته بربه سبحانه، إذ أن المكلف مطلوب منه أن يحسن أداء العبادات الدينية، وهو يتعبد لله تعالى بها، كما سبق إحسان الله تعالى إليه. ففي سورة القصص جاء قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقوله تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي قصة المسيء صلاته الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وردد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا حتى جاء وقال: علمني يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فهذه القصة دليل على وجوب الإحسان والإتقان في العبادات. وفي مجال العلاقات الاجتماعية، فإن الله تعالى أمر بالإحسان إلى أقرب الناس إلى الإنسان، وهما والداه. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كما أمر الله تعالى بالإحسان إلى فئات اجتماعية كثيرة يرتبط بها الإنسان برابطة الدم أو الجوار أو العمل أو غير ذلك. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويدخل الإحسان مجال عقوبات الحدود والقصاص، فالعدل من القصاص إلى الدية إحسان. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ويكون الإحسان أيضا عند انفصال العلاقة الزوجية بالطلاق. قال تعالى: الطلاق مرتان،
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذه الجملة من الحديث النبوي سيقت على سبيل التمثيل لبيان أن الإحسان الذي دعا إليه الإسلام مطلوب في كل شيء، ومنها في أشد المواقف وأقساها في الحياة وهو القتل. ومن صور الإحسان التي تعرض لها هذا الحديث الإحسان في ذبح البهائم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا من تمام رحمة الإسلام بالحيوان، فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، وغفر الله تعالى لبغي حينما سقت كلبا يموت من العطش. وهذا ما جاء به الإسلام ودعا إليه: الإحسان بالإنسان والحيوان.